بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا بلال أحمد، وتعالوا نكمل مع بعض خطة ال 52 يوم ألماني، والنهاردة هناخد اليوم ال 12 لينا. طيب النهارده هنتكلم على أدوات المعرفة والنكرة والنفي، وإيه الفرق بين إن أنت تنفي حاجة باستخدام كاين أو باستخدام نشت. إحنا طبعا كان اتكلمنا قبل كده على أدوات المعرفة والنكرة والنفي، بس تعالى نراجع عليهم تاني. امتى انا بستخدم ادوات المعرفه؟ امتى بستخدم اداه المعرفه؟ بنستخدم اداه المعرفه لما بتكلم على حاجه محدده ومعروفه ولا تقبل النقاش. يعني انا بتكلم على حاجه حضرتك كمستمع عارف وفاهم ومتاكد من اللي انا عمال بقوله، فهنا بستخدم اداه ايه؟ معرفه. خلاص كده. وغالبا بيكون في صفه في الجمله بتوصف بيها الحاجه دي عشان اقدر ان انا افهم انت بتتكلم عن ايه. تاني حاجة العكس بيكون في أدوات النكرة. لا، أنا لما بتكلم على أداة النكرة فأنا بتكلم على حاجة هي مش معروفة. يعني أنا مثلا بقولك أنا عندي عربية، أنت ما تعرفش العربية بتاعتي نوعها إيه، ولكن لو أنا جيت قلت لك الكتاب اللي قدامنا ده جديد، فأنت كده فهمت إن الكتاب اللي قدامي ده جديد، فخلاص أنت عارف أنا بتكلم على إيه. وهو ده الفرق بين أداة النكرة وأداة المعرفة. طيب تمام. احنا دلوقتي ادوات المعرفه زي ما قلت لك ان احنا بنستخدمها او بنجيبها من قاموس ارب ديكت، والكلام ده مشروح في الفيديو اللي هو قبل كده، اللي هو انا شارح فيه اداه المعرفه والنكره والنفي، فعشان ما ناخدش وقت في الفيديو ده. طب قلنا ان احنا ادوات المعرفه عندي داس وعندي ديا وعندي دي وعندي دي للجمع. خلاص كده. وجينا قلنا ان اي كلمه الاداه بتاعتها الدس بتاخد اداه نكره اسمها اين، واي كلمه الاداه بتاعتها الديا بتاخد اداه نكره اسمها اين، واي كلمه اداه المعرفه بتاعتها دي بتاخد اداه نكره اسمها اين. تمام كده. وقلنا ان الجمع ملوش اداه نكره. خلاص كده. بعد كده هنتكلم على مين؟ على النفي. قلت لك ان انا في عندي اداتين للنفي، عندي كاين وعندي نشت. عندي كاين وعندي نشت. طيب بالنسبه لكاين، فكاين دي انا بستخدمها مع الكلمات اللي ليها ارتكل. يعني انا دلوقتي عايز اقول لك ده مش كتاب، Das ist kein Buch، ده مش كتاب، فهنا انا بستخدم كاين. ليه استخدمت كاين؟ لان كلمه بوخ ليها ارتكل اللي هي مين؟ اللي هي das، وليها اداه نكره اللي هي ein. طيب انا بقول لك das ist kein لابتوب، ده مش لابتوب. ليه استخدمت كاين هنا؟ لان لابتوب اداه النكره بتاعته اين واداه المعرفه بتاعته دي، يبقى اذا هو ليه ايه؟ ليه اداه. هنا das ist keine Tasche، das ist keine Tasche، فهنا ايه؟ انا قلت لك ان دي مش شنطه. خلاص. وبناء عليه انا استخدمت ايه؟ كايني، لان هنا ليها ارتكل معرفه دي وليها اداه نكره اين. das sind keine Bücher. ليه قلت هنا كايني؟ لان هنا كلمة بيشا كتب، وهي ليها ايه؟ ليها اداة اللي هو دي. طبعا الكلام ده احنا شرحناه بالتفصيل الممل في الفيديو بتاع ادوات المعرفة والنكرة والنفي اللي قبل كده. طيب انا دلوقتي عايز بس اعرفك الفرق بين كاين ونشت. كاين انا قلت ان احنا بنستخدمها مع مين؟ مع الكلمات اللي ليها اداة فقط لا غير. طيب بالنسبة بقى لنشت، طب ما هو انا عندي دلوقتي الكلمات في الالماني ملهاش اداة، ملوش ارتكل. مثلا ان انا اقول لك انا ما بشتغلش، انا ما بشتغلش، انا لا اعمل، فهقول لك ايه؟ ich arbeite nicht، ich arbeite nicht. فهنا ايه اللي حصل؟ كلمه arbeite كلمه يعمل لو انت رحت حطيتها في القاموس ملهاش اي ايه؟ ملهاش اي اداه. وبناء عليه قال لك الكلمات اللي هي ملهاش اداه خلاص ريح دماغك واستخدم معاها نشت. خلاص كده. وزي ما قلت لك زي ايه الكلمات اللي ملهاش اداه؟ زي الاسماء، الاسماء بشكل عام، انا مش بلال. زي اسماء الاشخاص، الصفات، الافعال، كل الحاجات دي هي ايه؟ ملهاش اداه، وبناء عليه انا بستخدم معاها مين؟ بستخدم معاها نشت. طيب انا عايز اقول لك انا لا اعمل، فهقول لك ich arbeite nicht. عايز اقول لك انا مش متجوز، فهقول لك ich bin nicht verheiratet، ich bin nicht verheiratet. كلمه verheiratet لو رحت حطيتها في القاموس ملهاش اي اداه. طيب انا عايز اقول لك انا مش في البيت، انا مش في البيت، فهقول لك ايه؟ ich bin nicht zu Hause، ich bin nicht zu Hause، انا مش في المنزل. فانا هنا لما نفيت ما نفيتش المنزل، انا نفيت تسو، نفيت وجودي في المنزل. طيب انا عايز اقول لك بابايا مش هنا، بابايا مش هنا، فهقول لك ايه؟ mein Vater ist nicht hier، يبقى انا نفيت وجود والدي في المنزل، يبقى mein Vater ist nicht hier، والدي ايه؟ ليس هنا. طيب انا هنا بقول لك ايه؟ في قاعده مهمه جدا خلاص، ان دايما الفعل بيجي رقم 2 في الجمله. دايما الفعل سواء فعل مساعد او اساسي
بيجي رقم 2 في الجملة. فأنا هنا بقول لك إيه؟ بقول لك أنا مش تعبان، أنا مش تعبان. فكلمة تعبان دي معناها كرانك. فهنا هنقول إيه؟ ich bin nicht krank. ich bin nicht krank. طيب أنا عايز أقول لك أنا ما بشتغلش. أنا ما بشتغلش فهقول ich arbeite nicht. طب عايز أقول لك أنا مش بلال، هقول لك ich bin nicht بلال. هنا اللي أنا لاحظته إيه بقى؟ إن هنا لازم الفعل يكون رقم 2 في الجملة، ودي حاجة أساسية في أي جملة في اللغة الألمانية. طيب أنا هنا مدي لك إيه أمثلة، عايزك تستخدم لي كاين أو إيه أو نشت. طيب بص باختصار شديد كده، أنت هتشوف الكلمات اللي ليها ارتكل، الكلمات اللي ليها ارتكل هنستخدم معاها مين؟ هنستخدم معاها كاين. الكلمات اللي ملهاش ارتكل هنستخدم معاها نشت. فانت ممكن تحل التدريب ده، وانا هنا كاتب لك ايه نموذج الاجابه، ممكن ايه تراجع حلك بعد ما تخلص. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.